وش الصح؟ حنا بغينا نعيش في الكون الشاسع. هذا ماشي غير تساؤل عادي، بل هو المحرك الأساسي اللي خلى بنادم يخرج من العصر البدائي. يعني كان كيشوف في السماء وكيبانو ليه النجوم بحال القناديل الصغيرة. حتى اليوم اللي ولينا كنصيفطو فيه التلسكوبات كتسافر ملايين الكيلومترات باش تصور لنا الماضي ديال الوجود. فاش كنطقوا بكلمة الكون، العقل البشري كيتبلوكا حيت ببساطة الذكاء ديالو مبرمج على قياسات محدودة، كيلومتر ولا متر ولا ساعة ولا عام. ولكن فاش كتدخل لعالم الفيزياء الكونيه، هاد المقاييس كتذوب كلها، تولي بحال كتحسب محيط اطلسي بمعلقه. باش تفهموا فين عايشين خاصنا نديروا واحد المقارنه عقليه بسيطه ولكن كتجيب الشقيقه. الارض اللي كتجينا كبيره وفيها البحوره والقارات، اللي كتحتاج طياره تسافر 44 ساعه بلا ما توقف باش تدور عليها، ما هي الا نقطه مجهريه. هاد الارض تابعه للمجموعه الشمسيه، والشمس ديالنا كتقدر تخشى وسطها ماشي 300 انما مليون و300 الف كوكب ديال الارض. ومع ذلك كتعتبر يعني نجم قزم مقارنة بالعمالقة الكبار بحال النجم الضخم إيغريكس كيتي. ولكن المتعة الحقيقية والدهشة ما كتبانش لهنايا. فاش كنخرجوا من النطاق ديال السيستيم الشمسي يعني المجموعة الشمسية وكنكتشفوا في المجرة مجرة درب التبانة، هنا الحسابات كتهرب. العلماء كيقولوا باللي هاد المجرة بوحدها فيها أكثر من 100 مليون كوكب، والضوء اللي هو أسرع حاجة في الوجود وسرعته كتوصل 300 ألف كيلومتر في الثانية، خاصو 100 ألف سنة، 100 ألف سنة غير باش يقطع هاد المجرة من القنت للقنت. يعني كاع داكشي اللي كتشوفو عينيك في السماء فاش كتكون مظلمة ما هو إلا حومة صغيرة بزاف واحد المدينة عملاقة سميتها الكون المرصود. دابا نديرو واحد المقارنة توضيحية باش نعرفوا هاد الكون ولا نديرو واحد التقريب، فقط واحد التقريب غادي نقربوا به. دابا نتخيلوا بأن مجرة درب التبانة هي الكرة الأرضية. يعني دابا التساؤل اللي غيكون هو قديش تكون الكرة الأرضية في وسط مجرة درب التبانة، بما أنها هي الكرة الأرضية غتكون قد حبة الرمل. قد حبة الرمل، وتقدر تكون صغار، فهمتي؟ شرف الشساعة فقط تاع مجرة واحدة اللي هي مجرة درب التبانة. هادشي راه كبير بزاف اصاحبي، راه باش تخيليه هادشي علاش خلينا في ساعة وعام. وهاد الفكرة هي اللي غادي تعرفك بأن القيمة ولا الحجم ديال الإنسان وسط الكون راه ما لا شيء، فهمتي؟ راه ما كيبانش. يعني فقط الحروب والنزاعات والتاريخ وهادشي كامل اللي واقع فوق حبة ديال الرمل ولا صغر. فقط تخيل هادشي، يعني باش تعرف ان داك الشيء راه كاين واحد الشاسعة كبيرة تقدر انت متخيلهاش. فهمتي؟ انت راه كتشوف لك هاد الكرة الأرضية كتشوف شي بلاصة كتبان لك كبيرة، ممكن راه اللي جيت تشوف هاد الكرة الأرضية أصلا راه قد حبة الرمل وسط الكون ولا صغار كاع. دابا كاين شي وحدين يقدروا يكونوا معانا دابا كيستمعوا لك، ما كاينينش، المهم شي وحدين كيقول لك كيفاش العلماء واحد مريح لي في بيرو داخل باك صاحبي غيجي يقول لي حقا راه الكون كبير كدوك. كيفاش التقنيات وكيفاش وصلوا للحجم ديال الكون؟ خصنا نعرفوا هادشي كيفاش، ولا هذا الشيء اللي غنشرحوا لكم دابا. كاين واحد الجهاز اللي هو التلسكوب، والفكره كامله مبنيه على واحد السر كوني غريب. الضوء كيسافر وعنده سرعه محدده. هادشي كيعني باللي فاش كنشوفوا شي نجم بعيد ب4 سنوات ضوئيه، حنا في الحقيقه ما كنشوفوش كيف داير هو دابا، بل كنشوفوا صورته كيف كانت هذه 4 سنين. يعني ان ديك الصوره باش كتوصلنا خاصها 4 سنين، كما قلنا في الاول بان الكوكب راه بعيد ب4 سنوات ضوئيه. يعني انك الضوء كيحتاج مده تا مع انه السرعه ديالو كتوصل ل 300 300 الف كيلومتر في الثانيه، ولكن كيحتاج مده. علاش؟ كتكون شاسع، ماشي مقارنه مع الكره الارضيه لانه غيحتاج فقط واحد الثواني باش يدور ولا ما نعرف انا شحال. ولكن فهمتيني، يعني او خاص السرعه ديالو كبيره كيحتاج واحد السنوات كبار باش يوصل. اما السرعه ديال الانسان راه خاصها ملايين باش لا يجي يحسب بالسرعه ديالو. ولكن حنا كنبغيو نشوفوا الصوره، والصوره راه كتعتمد على الضوء. المهم القمه ديال التكنولوجيا اللي وصل لها الانسان كانت مع تلسكوب ديال جيمس ويب، التحفه الهندسيه اللي تقامت باكثر من 10 مليون دولار، والمرايه ديالو مطليه بالذهب الخالص باش تقدر تجمع كاع الاشياء تحت الحمراء الهربانه من اقصى الكون. جيمس ويب دابا جالس في واحد البلاصه سميتها نقطه لارغانغ الثانيه ولا مات ال 2 ولا شي حاجه بحال هكايا.
بعيد علينا 1.5 مليون كيلومتر. وكيصيفط لنا دابا التصاور كتخلي العلماء يعاودوا يكتبوا كتوبه ديال الفيزياء من جديد. وهو اللي لقد مؤخرا غازات بحال الكبريتات الثنائي الميثيل في كوكب بعيد. وهو الغاز اللي في الارض معروف لكن نتشو غير الكائنات الحيه. وهادشي كيزيد يثبت باللي احتمال ديال وجود حياه اخرى شي غير ممكن، بل هي ضروره رياضيه. من ديما والقصص ديال الفضائيين والاطباق الطائره كتعاود بين الناس، وغالبا كتوصف بانها مجرد خرافات ديال شهود عيانين بغاو الشهره، ولا فيديوهات مصوره بجوده عيانه بحال كيتصور بشي آلة حاسبه ولا ثلاجه. ولكن التاريخ كيسجل قصه وحده بقات غامضه، واللي خلات حتى المشككين يفكروا بزاف. حادثه روزويل عام 1947 في نيو مكسيكو، فاش فلاح لقى حطام غريب في المزرعه ديالو، والجيش الامريكي خرج في البدايه ببيان رسمي كيعلن فيه للعالم بالعثور على طبق طائر. هنا كلشي حبس الانفاس ديالو. الغريب هو انه من بعد ساعات قليله الجيش تراجع وقال سمحوا لينا الغلط، راه غير بالون ديال الارصاد الجويه. بيننا وبينكم كان مكيف شي سبرديله. والتناقض السريه الكبيره اللي بقات دايره بموضوع عقود من الزمن خلات علامة استفهام كبار. واش بصح كانت التكنولوجيا ديالهم، ولا كان شي مشروع سري بحال مشروع موغول للتجسس؟ كيبقى هذا اللغز هو الوقود اللي كيشغل الفضول البشري باش يقلب على الحقيقة. الكون حاليا ماشي غير كبير وواقف، بل هو خدام كيتوسع بسرعة خيالية كتقارب سرعة الضوء. هذا المفهوم ديال التوسع المستمر ديالنا كيدينا نيشان المفهوم اللا نهاية. فاش كتفكر باللي الكون ما عندوش حيط، ما عندوش نهاية واقف عندها، العقل البشري كيحبس، حيت أي حاجة في الدنيا ديالنا عندها بداية ونهاية. في الآخر هذه الرحلة كاملة في هذه الأرقام والمسافات والتلسكوبات كتخليناش نحسوا بالإحباط ولا بالصغر، بل بالعكس كتعطينا واحد الشحنة ديال الفخر. هذا الكائن البشري اللي الحجم ديالو لا يذكر مقارنة بالمجرة، قدر بالذكاء ديالو وبورقة وستيلو وبالتطور التكنولوجي انه يفهم كيفاش كتتحرك النجوم، وحبسب العمر الكون اللي واصل ل 13.8 مليار سنه. حنا ماشي مجرد كائنات عايشه فوق الارض، حنا جزء من هذا الكون اللي كيحاول يفهم راسو براسو. والبحث يلاه بدا.